بيان الكونفدرالية الديمقراطية للشغل صرخة نقابية في وجه الاختلالات وتحذير من القادم. في لحظة وطنية دقيقة تتقاطع فيها التحديات الاقتصادية مع التوترات الاجتماعية، أصدر المجلس الوطني لام الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بيانا يحمل أكثر من رسالة، ويؤشر على مرحلة جديدة من التوتر بين المركزيات النقابية والحكومة، عنوانها الأبرز: الاحتقان الاجتماعي لم يعد قابلا للاحتواء بالشعارات. البيان الذي جاء عقب اجتماع بالدار البيضاء لم يكن مجرد عرض تقليدي للأوضاع، بل قراءة نقدية حادة للسياقين الدولي والوطني، حيث ربط بين تصاعد الصراعات الجيوسياسية عالميا وبين تداعياتها المباشرة على الأوضاع الداخلية، خاصة فيما يتعلق بغلاء الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة. وهي قراءة تضع المواطن في قلب معادلة مختلة يدفع ثمنها دون أن يكون طرفا في صناعتها. على المستوى الداخلي، لم يتردد البيان في تشخيص واقع اجتماعي مأزوم تتسع فيه الفوارق وتتآكل فيه القدرة الشرائية، في ظل ما وصفه بتجول اقتصاد الريع والاحتكار، مقابل غياب إجراءات حكومية فعالة تحد من هذا النزيف. والأخطر من ذلك حسب نفس المصدر هو استمرار التضييق على الحريات النقابية، في تناقض واضح مع روح الدستور والاتفاقيات الدولية. ولعل اللافت في البيان هو انتقاله من منطق التشخيص إلى منطق الفعل، عبر دعوة صريحة إلى تصعيد نضالي، وجعل فاتح ماي 2026 محطة احتجاجية بامتياز، وهو ما يعكس قناعة متنامية داخل النقابة بأن الحوار الاجتماعي بصيغته الحالية لم يعد كافيا ولا منتجا، بل أصبح في كثير من الأحيان مجرد واجهة شكلية لا ترقى إلى انتظارات الشغيلة. كما حمل البيان موقفا واضحا من عدد من القضايا الوطنية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث جدد إدانته للعدوان، مؤكدا انخراطه في كل المبادرات الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني. وهو موقف يعكس امتدادا تاريخيا لخطاب النقابة الذي يربط بين النضال الاجتماعي والقضايا العادلة عالميا. غير أن جوهر البيان يبقى في دعوته الضمنية إلى إعادة النظر في النموذج الاجتماعي والاقتصادي القائم، عبر إقرار عدالة في توزيع الثروة وتحسين الأجور وضمان كرامة العيش، إلى جانب إصلاح أنظمة التقاعد وحماية الحريات النقابية. وهي مطالب لا تبدو في جوهرها تعجيزية بقدر ما تعكس فجوة متسعة بين السياسات العمومية وانتظارات المواطنين. إن بيان الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لا يمكن قراءته بمعزل عن سياق عام يتسم بارتفاع منسوب القلق الاجتماعي وتراجع الثقة في جدوى الوساطات التقليدية. لذلك فإن الرسالة الأعمق التي يحملها ليست فقط موجهة إلى الحكومة، بل إلى كل الفاعلين، إما إصلاح حقيقي يلامس جوهر الأزمة أو مواجهة مفتوحة مع الشارع. يبدو أن المرحلة لم تعد تحتمل التردد، لأن الأسئلة المؤجلة غالبا ما تعود في شكل أزمات.